صباح الخير على حبايبي الحلوين، وحشتوني قوي قوي. في الاول كده هنصلي على النبي ونقول عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده بقى الجمعه، جمعه مباركه علينا وعليكم ان شاء الله. فعايزاكم تصلوا على النبي كتير قوي النهارده، وتستغفروا كتير جدا من دلوقتي كده لغايه المغرب. تفضلوا بقى تستغفروا كده. فالنهارده بما ان الجمعه بقى، النهارده هنعمل روتين حلو خفيف كده مع بعض ظريف. يا رب يكون خفيف على قلبكم. اول حاجه كده، طبعا صحيت من النوم واتوضيت وصليت وقريت القران الورد بتاعي وكله الحمد لله. هنعمل القهوه بتاعتي بقى عشان نفوق. اهو هنشرب القهوه بتاعتي، وهنعمل بقى ايه، وهنشوف بقى ايه. النهارده هيبقى روتين تقريبا كله في المطبخ. هيبقى روتيننا كله تقريبا في المطبخ. فهنشوف بقى مع بعض، بس الاول افوق اشرب القهوه وافوق، وهنشوف مع بعض هنعمل ايه. هنصب بقى القهوه بتاعتي كده. هشرب بقى الفنجان ده بقى، ونحضر فطار جميل كده بتاع يوم الجمعه. طبعا مش يعني هنفطر بس، يعني هشرب الفنجان قهوه وافوق وارجع لكم تاني. بما ان طبعا بقى شربت قهوتي وخلاص وقعدت شويه قدام التلفزيون كده قدام القران الكريم، وقعدت مع نفسي كده شويه. هنفطر النهارده بقى فطار حلو على اساس فطار يوم الجمعه. احنا كل يوم مش بنفطر كده طبعا بسندوتشات كده، يعني لازم بقى ايه دلعوهم كده يوم الجمعه ده فطار حلو كده. دي جبنه قديمه اهو، انا بقى كده هرستها اهي. جبنه قديمه طبعا جميله جدا. هنحط الطحينه بقى، انا عاملاها معاكم في القناه. اهو بص انا عملتها بقى، قلبتها كويس قوي بالطحينه شايفين. هنحط عليها بقى ايه، الطماطم وفلفل اخضر متقطعين مكعبات صغيره. انتوا شايفين كده الخضار بيبقى جميل على الجبنه اهو. هنقلبها بقى مع بعض كده، والله جميله جدا. طبعا انا كسرت حدوقيتها بالطحينه، وعايزين تحطوا زبديه بس انا خلاص عملت الطحينه اكتفيت بيها. الطحينه مش عايزه اقول انا عاملاها تحفه تحفه تحفه. عندكم في القناه، فشوفوا طريقتها جميله جدا اهي. شايفين؟ نحط بقى زيت عليها كده، هنقلبها بقى كويس جدا. طبعا الطحينه بقى عايز بقكم والله، وريحتها بقى يا سلام على الجمال اهو. بصوا شايفين الطبق الجميل ده حضرته بقى. هنقشر بطاطس مع بعض اهو، بقى هنقشر البطاطس مع بعض. هنشوف بطاطس محمرين، انا هدلعهم بقى طبعا زي ما قلت لكم النهارده فطار يوم الجمعه. طبعا مش من العاده احنا كلنا بنفطروا كده كل يوم، سندوتشات حاجات خفيفه، بسكوت، باتيه كده يعني اهو. هنبدا بقى نقطع البطاطس مع بعض. انا خلاص كده طبعا خرطتها اهي اهي. هنخلطها بقى مع بعض كده، هنبدا نحمرها اهو. هكملها بقى وهنحمرها وارجع لكم تاني. انا بقى اهو بطاطس محمره ما شاء الله، فطار جميل جدا، وجرجير بقى وبيض وجبنه قديمه وحلو كده، والحمد لله جميل جدا جدا. هنفطر بقى وهنشوف ايه يومنا في المطبخ كله النهارده، ونشوف يومنا هنعمل ايه اهو. هنعمل بقى كوبايتين شاي معتبرين فطرنا الحمد لله اهو. هنغسل بقى مواعين الفطار مع بعض، وهندردش شويه في حاجات مهمه كده. طبعا الشاي ده بيبقى مزاج، انا بحبه بعد الفطار، يعني لازم اشرب شاي يعني بعد الفطار اهو. هنشرب بقى الشاي بتاعنا، ونرجع بقى نغسل مواعين وندردش مع بعض كده في كلمتين حلوين مع بعض، وهنشوف هنعمل ايه.
بما ان بقى فطرنا وخلصنا فطرنا وشربنا الشاي بتاعنا ودلعتهم بقى النهارده الجمعه، طبعا جمعه مباركه كده عليكم وعلينا. هنغسل بقى شويه المواعين. اهم حاجه يا جماعه ان تبداوا يومكم بذكر الله، تستغفروا كتير وتصلوا على النبي وتقولوا الحمد لله، تستغفري 100 مره وتصلي على النبي 100 مره. ده تبدأ يومك بالاستغفار والذكر الله، بتلاقي يومك والله العظيم ثلاثة كله بركة كله بركة. بتلاقي نفسك خلصتي غسيلك ومواعينك وبيتك ونشيدك وكل حاجة وأكلك وطبيخك وكل حاجة بتخلصي. ربنا بيفتح البركة كده في الأذكار بتاعت ربنا. فتمسكي بقى ايه اول حاجه كده، اول ما تقومي من الصبح كده، مش يعني تشغلي بقى قران واذكار. افتحي اليوتيوب على على حاجه انت بتحبيه، على شيخ انت بتحبيه، واسمعي بقى اذكار. اسمعي الاذكار بقى كده وهتسمعي بقى الاذكار، واسمعي شغالي سوره الكهف، شغالي سوره البقره. والله العظيم انا بحب اقوم اعمل ايه، بحب اقوم كده من النوم اشغل بقى قناه السعوديه كده واتفرج على الكعبه. الله جميله جدا، يا سلام. هتحسي كده براحه نفسيه جميله، حاجه كده يعني بترتاحي نفسيا كده من عند ربنا. بتحسي كده وتشغلي القران على سوره الكهف وسوره الجمعه وسوره البقره كده، على اي شيخ انت بتحبيه. افتحي بقى كده واسمعي بقى القران، هتلاقي راحه نفسيه. املي ودنك بذكر الله. القرآن ده راحة نفسية وراحة للقلب والعين وكل حاجة ودنك وكله. بترتاحي جدا 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 في القرآن. يعني غير بقى مثلا انت ايه قايمة من النوم بتمسكي الموبايل اول حاجة عشان تشوفي الساعة كام عادي يعني، وانت نايمة على السرير بتلاقي نفسك ايه، وانت بتشوفي ده جالك اشعار على الفيس، بتبصي تشوفي مثلا جالك اشعار عيد ميلاد حد النهارده، بتقولي كل سنه طيب. بتشوفي بتقري هنا حوادث وتقري حاجات يعني بصي بتبداي يومك كده، بتقفلي من اليوم، بتقفلي والله العظيم بتقفلي من اليوم. ده عن تجربه يعني. وتحسي ان وقتك كله راح في الفيس والواتس، كل دي فتن فتن. الفيس والواتس والماسنجر وال واليوتيوب وكل، مش انا عندي قناه اهو، بس انا بالنسبه لي دي انا فتن يعني. اهم حاجه يا جماعه تبدأ يومكم بذكر الله، هتلاقي يومك ماشي جميل جدا. والله هتلاقي يومك ماشي كده في منتهى الجمال، مفيش اي حاجه. تلاقي كله بيمشي وتلاقي البركه كده في يومك كده، واليوم جميل وماشي زي العسل. اهم حاجه. لكن غير طبعا ما زي ما قلت لك، ما تفتحي بقى فيس وتفتحي تبداي يومك كده. فطبعا هتلاقي نفسك بقى ايه، مسكتي التليفون، فات بالظبط نص ساعه هوب دخلتي في رسائل وتقري حاجات اهو، اليوم عدى. هتلاقي نفسك بقيتي على الظهر بقى، ولا عملتي حاجه، ولا خلصتي اللي وراكي، ولا اللي كنت عايزه تصحيه نسيتي تصحيه. يعني بصوا انا مش عايزه اقول لكم، خليكم بقى ايه، لما تلاقي بقى بيتك بقى معمر بذكر الله، وانت على طول بتقري قران وبتصلي على النبي 100 مره سر كده ومشغله قران، هتلاقي البركه في يومك وكل حاجه حلوه. بتلاقي نفسك غسيل وغسلتيه ونشيل ونشرتيه وطبيخ وطبختيه وخلصتي كل حاجه وبيتك ونضفتيه وكل حاجه كل حاجه. اهم حاجه تملي بقيت يعني بذكر الله، اهم حاجه. بصي طول ما انت مؤمنه بربنا، ربنا واقف جنبك. طول ما انت يعني بتحمدي ربنا على اللي انت فيه، يعني ما تخشيش مثلا تقولي ايه. وكمان اصل كمان لما بتخشي على اليوتيوب من اول يوم بتقفلي يومك بايه بقى. مثلا شفت دي عامله اكل حلو، يا بختها عامله اكل حلو، ودي انا عامله مثلا ممكن تكوني عامله عدس النهارده، ممكن تكوني عامله اي حاجه، ودي النهارده بتعمل فراخ وتعمل رومي طيب ما ليه هتقفلي نفسك من اول اليوم؟ ما تقفليش نفسك من اول اليوم. خلصي خلي ايه التليفونك ده، يعني تقعدي بقى على اليوتيوب زي ما انت عايزه، على يوتيوبك وقناتك المفضله اللي بتحبيها تتفرجي عليها اخر بروجرام اليوم، اخر بروجرام اليوم. يبقى كده انت خلصتي وراكي كله، وخلصتي شفتي اللي وراكي وقلتي اذكارك وسمعتي قرانك وشفتي اولادك كل حاجه. وخلي بقى يجي بقى طبعا تلاقي نفسك على المغرب بقى ده، وتشوفي نفسك بقى طبعا بقى بتاخدي الشاور بتاعك، بتعملي شعرك، ترفعي شمال بقى ترفعي يمين، تعملي كل حاجه. بنعمله بقى ايدينا ورجلينا بديكير بقى
وبنروق نفسنا طبعا بقى خلاص انت خدتي بقى يعني بتروقي نفسك بقى، انت بقى اليوم بقيت اليوم بقى ليك انت بقى، بتقعدي تمسكي الموبايل بقى تقعدي بقى تشربي النسكافيه بتاعك كده، فاهمين؟ لكن لما تبداي يومك بالموبايل يعني اسالوا والله العظيم انا ما بقول لكم الحاجات دي عن تجربتي انا الشخصيه، اسالوني انا على اللي انا فيه، يعني انا مش هقول لكم مثلا من حد، لا ده انا شخصيا الكلام ده. انا بقفل كده من اول يوم، تحسوا كده اليوم قفل معايا، ما تعرفوش ازاي، والله العظيم اليوم بيقفل معايا، ما تفهموش ازاي. اول ما بمسك الموبايل خلاص تحس ان الدنيا خلاص قفلت معايا، واليوم خلص ومش بلاقي حاجه، خلاص مفيش وقت عندي. وعايزه اقول لكم حاجه كمان مهمه قوي، طبعا اليوم بتاعك بقى بعد الدور ده بتاعك انت، واياك الصلاه، اياك تفوتي فرض من فروض ربنا، لازم تصلي لو انت وراكي ايه، اهم حاجه الصلاه، مش هاخد من وقتك 10 دقايق، بس تصلي الصلاه في وقتها، اهم حاجه الصلاه، تصلي ربنا يبارك لك في يومك، تقري القران ربنا يبارك لك في يومك، تسمعي اذكار ربنا يبارك لك في يومك، كل حاجه ربنا يبارك لك فيها. اهم حاجه بقى ايه زي ما قلت لكم، اذكار ربنا وتقري القران. فالنهارده بقى ان شاء الله نخرج بقى من الموضوع ده بقى ونقول ايه، النهارده هنخلص بقى اللي ورانا ده المواعين، هنعمل غدا حلو مع بعض، هو شغل في المطبخ بس النهارده، روتين حلو كده في المطبخ، هنعمل غدا جميل كده النهارده، غدا بقى نظام الشتاء يعني، غدا شتوي، بما ان الدنيا بقى بردت كده هنعمل غدا يدفينا، وهتشوفوا بقى بقيه الفيديو معايا. خلاص كده خلاص المواعين كتير، هي مش صحون كتير عشان الفطار بس، انا كده خلصتها. وغسلت اهو شويه المواعين الصغننين الجمال دول، ودردشنا دردشه حلوه مع بعض. هنخش دلوقتي هنعمل الغدا بقى بتاعنا، هنشوف هنعمل ايه، يلا بقى بينا نشوف مع بعض هنعمل ايه. بص حجمه عامل ازاي، النهارده هملح بقى بتنجان كده، بص شكله حجمه جميل جدا. هنحطه بقى في الميه فيها خل اهو، الميه بتغلي كده فيها خل بس مفيهاش اي حاجه. طبعا انا هسيبه يغلي بقى ايه غلوتين كده، على فكره انا عامله الطريقه كامله عندكم في القناه، طريقه تخليل البدنجان اهي، هنسيبه بقى يغلي غلوتين وهنطفي عليه لان انا مش عايزاه مهري اهو، شايفين اهو، يغلي بس ونشوفوا مع بعض هنعمل ايه. انا سلقته بقى نص سلقه، بصوا عامل ازاي، ماسك نفسه كده ولا مهري ولا اي حاجه، وجميل اهو، بصوا عامل ازاي. هنفتح بقى كده، طبعا انا هملحه اهو بقى، شايفين جميل ولا مهري وماسك نفسه زي العسل اهو، شايفين. والحشوه دي جميله جدا، طبعا ده توم وفلفل اللي هو هريسه الشطه دي، وعليها ليمون ونقطه خل، بصوا عامل ازاي جميل جدا. عندكم الطريقه في القناه طريقه البدنجان المخلل، فانا بقى بخلص الكميه وهو اهي هوريكم. بصوا بقى شايفين انا ملحته اهو، بصوا جميل ازاي، روعه وريحته والطعم، انا هاكل منه على فكره دلوقتي، انا بعمله وباكل منه على طول، بصوا جميل قد ايه، جميل جدا ما شاء الله، بصوا زي العسل. وانا على فكره عندكم طريقه تخليل مخلل البدنجان عندكم في القناه اهو. فدلوقتي بقى ايه نبدا نعمل بقى تقليه القلقاس ونشوفها مع بعض عشان ايه نحضر الغدا. بصوا بقى شايفين القلقاس اهو خالص، بصوا خضاره جميله قد ايه، وكل ده متخزن، بصوا مش والله ما جايبه طازه، بصوا متخزن. بصوا بقى، بصوا بقى التقليه بتاعته كزبره، كزبره وثوم. على فكره الطريقه عندكم برده في القناه طريقه القلقاس عاملاها بطريقه جميله جدا اهي، بصوا شايفين، والريحه تجنن بقى، طبعا انتوا عارفين ريحه التقليه بتاعت القلقاس بتبقى عامله ازاي، اكله شتويه ممتازه وجميله جدا، الف هنا وشفا اللي شافه ولا هياكل. هنكب بقى اهي، بصوا شايفين جميل جدا. بصوا شكله عامل زي العسل، بصوا شكله ولونه، شايفين جميل جدا. هنقرب بقى عشان نتغدى وهنرجع لكم تاني.
الفرزان السنه اللي فاتت. بصوا حلو ازاي، زي ما هو لونه ابيض وجميل قد ايه. بصوا عامل ازاي، مفيش اي تغيير في اللون ولا اي حاجه. هنحطه بقى بالشوربه. دي بقى شوربه لحمه، وانا حطيت القلقاس فيها اهو، شايفين اهو. طبعا ما تكترش الشوربه اهو. طبعا القلقاس من الاكل الشتوي الجميل اهو. بصوا عامل ازاي، هي هيفك بقى لوحده مع نفسه كده. هنبدا بقى نشوف حاجه تانية. بصوا بقى لونه ابيض وجميل قد ايه، مفيش اي لون الا غمقان، بقاله سنه اهو ما شاء الله. بصوا جميل قد ايه اهو، فك في الشوربه اهو. بصوا شايفين، هنسيب بقى يغلي غلوتين كده مع بعض، وهنشوف برضو ايه. هنعمل القلقاس من الاكلات الجميله جدا اهو. بقى هنتغدى اهو. بصوا عامل ازاي، بصوا لون الخضار القلقاس جميل قد ايه. بصوا لونه عامل ازاي، جميل فوق الجمال يعني، ما شاء الله على الاكل جميل. بصوا الباذنجان انا لسه عاملاه واهو. بصوا عامل ازاي، جميل جدا، ولا مهري ولا اي حاجه. بصوا الرز ابيض قد ايه وجميل قد ايه، كل واحده بعيد عن اختها خالص. بصوا قدام فلفل وجميل. بألف هنا وشفا اللي كل، وألف هنا وشفا اللي هيعمله واللي شايف. يلا. بصوا خلاص مفيش اي مواعين بعد الغدا، خلاص غسلتها. طبعا مش هصور تاني معاكم مواعين. بصوا غسلتها كلها. ودلوقتي بقى هعمل لهم بقى ايه، رمان كده. قلت بقى ايه، نتحلوا بعد الغدا رمان، بما انه مفيد بقى وكله حديد وجميل، واي اطفال الكبار بيحبوه، ومغذي وجميل جدا، من فاكهة الشتاء الجميلة برضو. انتوا شايفين اهو، فاكهة الشتاء الجميلة جدا، كله حديد. بصوا كده، ايه رايكم بقى في الجمال ده. هنحط بقى ايه هنعمل شاي. فالحمد لله الفيديو خلص بقى على كده. بصوا شايفين، يا رب بقى الفيديو يكون النهارده كده خفيف على قلبكم. كله في المطبخ كده وخفيف وظريف. شجعوني بقى بشير واشتراك، ولكم دوسوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. باي باي.